يعني انا كنت متخيله بصراحه ان انا هستنى لاخر السنه عشان اقعد بقى اتكلم عن الكتب الكتير اللي قريتها السنه دي، بس انا خلاص يعني ابتديت اتقبل ان انا ما بقتش بقرا كميه الكتب اللي كنت بقراها زمان، وقررت ان خلاص مش مستاهله. انا هعمل قهوه واتكلم عن الكتب اللي قريتها من اول السنه، ولو يعني ربنا نفخ في صورتي وقدرت اقرا لغايه اخر السنه نبقى نحل المشكله دي في فيديو في اخر السنه عادي. يعني مبدئيا انا ابتديت السنه ببين القصرين نجيب محفوظ. طبعا مش محتاجه اتكلم عن الروايه كتير، يعني هي صنفت من اهم الروايات العربيه لسبب ما، ويعني سبب تستاهله. الروايه زي ما كل الناس عارفه غالبا هي بتحكي عن عيله مصريه في القاهره ما بين قبل ثورة 1919 لحد فترة الثورة. الرواية زي أعمال نجيب محفوظ في العادي بتتكلم عن المجتمع المصري، بيقعد يتكلم عن الأحداث التاريخية المهمة اللي حصلت وازاي يعني انعكاسها على الشعب بصفة عامة أو حتى العائلات بصفة خاصة، ازاي الناس بتتغير أو ازاي الناس تتعامل معاها. الشخصية الأساسية في الرواية هو أحمد عبد الجواد أو اللي هو سي السيد، اللي كان قدوة كل الرجالة المصرية وأنا صغيرة. وده شيء بجد مضحك لأن أنا كبرت في مجتمع الناس متخيلة سي السيد ده يعني حاجة فظيعة، اللي هو واو أنا راجل قوي يعني. وهو بجد في الرواية بس مثال للازدواجية والنفاق في المجتمع المصري ما بين التعامل ما بين الست والراجل. اللي هو مثلا أحمد عبد الجواد ده شديد جدا مع مراته، صارم جدا مع ولاده، مش بيهزر مش بيتكلم، مقفل عليهم جدا، ممنوع يقفوا في البلكونه، ما بينزلوش، مفيش اي حاجه، وهو بره البيت حرفيا خمورجي وبتاع ستات. فيعني مثال حي للنفاق والازدواجيه في المعايير في التعامل بين الست والراجل في المجتمع. انا شخصيا شايفه ان نجيب محفوظ بجد اعماله المفروض تبقى يعني اجباريه في الدراسه، يعني المفروض ان الناس تدرسها في المدارس وفي الجامعات، لان هي بجد بتتكلم عن المجتمع المصري بطريقه دقيقه جدا، ويعني بيدرس المجتمع المصري، بيدرس التغيرات، بيبينها بطريقه سلسه ولذيذه وكانكم قاعدين في البيت مع عائلتكم، يعني بتشوفوا التغيرات في عائلتكم. اعتقد كل الناس عارفه الروايه على الاقل اسما او فكره، بس بجد يعني لما بتقروها بتجمعوا قد ايه انتوا فعلا ما تعرفوش زي ما انتم متخيلين. هي مليانه تفاصيل، مليانه، هي دراسه، هي بجد دراسه اجتماعيه بس بطريقه كانك بتتفرج على مسلسل بطريقه لذيذه. انا كانت بدايه حلوه قوي للسنه واستمتعت بيها، ولسه عايزه اكمل بقيه الثلاثيه ما كملتهاش عشان هي دي شخصيتي للاسف، بس لا ناويه اكملها بجد. فهي كانت بصراحه بدايه حلوه من اول السنه. برضو من الكتب اللي عجبتني قوي السنه دي ابتسم من فضلك لمحمد عفيفي. انا بعشق محمد عفيفي، بحبه جدا بجد، يعني ترانيم في ظل تمارا من كتبي المفضله في الحياه. محمد عفيفي ده بجد يا جماعه انا بحس ان هو الشخص اللي هو يقعد يكلمكم عن مثلا طبق الملوخيه بالفراخ والشجره اللي فيها برتقانه والشراب اللي مامته بتقوله في العيد، اللي هو بيكمل حاجات عاديه جدا بس تحسوا ان انتوا مش ندمانين على اي ثانيه انتوا يعني استثمرتوها في القرايه بتاعت كتبه. بجد شخص يعني انا بعشقه انا بجد بحبه، الموضوع شخصي بالنسبه لي دلوقتي. ابتسم من فضلك هي مجموعه مقالات لمحمد عفيفي، بديهيات. الكتاب بيبتدي يعني هو جزء كبير قوي كده للناس اللي بتنعيه، يعني اللي هو الكتاب والادباء والناس اللي كانوا في زمنه يعني بعد ما هو توفى، وكل واحد بقى بيتكلم عن قد ايه هو اثر فيه وعمايله والحاجات دي كلها. وبعد كده بقى النص الكتاب التاني بندخل على المقالات، والمقالات كلها احلى من بعض، بجد كلها احلى من بعض. انا حاسه ان انا قاعده مع جدي في الجنينه بشرب شاي وباكل فطير مشلتت وقاعد يحكي لي قصص. انا بجد يعني انا بيديني احساس بالطمانينه، وفي نفس الوقت عنده خفه دم وفلسفه خطيره. يعني مش بس انتوا تبقوا قاعدين حاسين ان انتوا وقتكم مستمتعين بيه، هو بجد في فلسفه بسيطه في كتبه، يعني فتحسوا ان انتوا استفدتوا. لا بجد انا بحبه قوي، وانا لازم خلاص قررت هقرا كل كتبه السنه دي، يمكن يفتح نفسي على القرايه. قريت جرافيك نوفل او يعني كتاب مصور برضه عن بوتين هو اسمه يعني روسيا بوتين، روسيا بتاعت بوتين، لكاتب هو تقريبا بريطاني برضه. ثانيه، هو البريطانيين عندهم يعني شويه هوس بروسيا غريب شويه. فاكرين بقى لما انا قلت ان انا حبيت قوي علينا التحدث عن بوتين ده علشان هو بجد كان يعني محايد، بيتكلم بطريقه محايده. الكتاب ده النقيض هو يعني بيكره بوتين، هو طلع بوتين ده يعني بني ادم بشع، ومن ساعه ما طلع ما عملش اي ميزه. هو السبب في الاغتيالات، هو السبب في الفقر، هو السبب في كذا وكذا وكذا وكذا. وانا ما عنديش مشكله في ده، يعني انا ما عنديش مشكله، هو بوتين مش ملاك، بس انا بكره الطريقه دي، يعني اللي هو بوتين بشع وبوتين مش عارفه عمل ايه، وبوتين شخصيه بشعه واحنا كنا فاكرينه شخصيه بشعه وطلع ابشع، وبوتين وبوتين وبوتين. هو حتى الكاتب يعني بيكذب كل حاجه بوتين بيقولها. يعني مثلا بوتين حكى حاجه عن طفولته، هو يعني احنا شايفين يعني بيلمح ان ممكن كذب عشان بوتين هو بيحكي، فاحنا مش واثقين في بوتين، ممكن يبقى بيألف القصه حاجات كده يعني. فلا يعني واضح ان الكاتب عنده مشكله شخصيه مع بوتين رهيبه. يعني انا استمتعت بصراحه، كان دمي بيتحرق شويه، بس كان عاجبني شويه الكتاب لان هو يعني رص احداث مهمه حصلت في حكم بوتين، يعني كلها حاجات ضده طبعا. هو مثلا دي اغتيلت، وده مش عارفه اتقتل، وده اتسجن، ومش عارفه ايه المكان اللي اتحرق، وازاي بوتين اتعامل مع الموضوع ده، يعني كلها حاجات رصه للكاتب اللي بيكره بوتين.
فدي كانت حاجه عجباني ان هو يعني وراني احداث. انا بقى ابتديت اعمل سيرش عليها بعدها مع نفسي، يعني برشحها لو حد عايز يعرف صوره عامه، يعني اللي هو عادي زي ما زي كده، لو انا عايزه اعرف بس الناس بتقول ايه، يعني عايزه افهم كل وجهات النظر حوالين بوتين، ان هو شخصيه مثيره للاهتمام جدا بالنسبه لي. بس غير كده لا، هو طبعا يعني كاتب انا مش مصدقه بوتين ده يعني اوحش من هتلر واوحش من كل الناس، وشيطان شيطان في صوره بني ادم. قريت كتاب عبيط كده في النص. فريدي هندريكس ده كاتب امريكي انا بحبه جدا عشان هو بيكتب كتب يعني هي رعب كوميدي، فتحس ان انتوا بتتفرجوا على الافلام الرعب اللي كنا بنشوفها زمان. انا شخصيا بحب كتاباته، ببقى مستمتعه وانا بقرا الكتب بتاعته. دي المفروض ان هي قصه صغيره قوي عن واحد باباه هيقتل مامته وهو صغير، ولما البوليس هيجي يقبض على باباه هيقول ان اللي قتل مامته ده زي وحش تحت السرير، وطبعا محدش هيصدقه، هيقول عليه مجنون او يعني بيهبل. والولد هيكبر مقتنع ان بابا قتل مامته، وبابا هيبقى دايما بيقول له لازم تفتح نور وانت نايم، وهو فعلا من وهو صغير هيفضل لغايه ما كبر بيفتح نور وهو نايم، ما بيعرفش ينام في الضلمه، هي حاجه زي تراما لحد بقى ما يكبر، وفي مره هينام والنور مطفي او حاجه كده، ونشوف بقى هل بابا كان بيكذب ولا لا. هي روايه، هي مش روايه اكشلي، بجد قصه صغيره قوي. انا قريتها كده يعني بالليل وانا قاعده زهقانه، فهي كانت لذيذه، الجو العام بتاعها لذيذ، بس هي طبعا يعني مش حاجه تحفه، وطبعا ما رشحهاش لحد عمره ما قرا لجريلي هنريكس هيحس يعني الهبل اللي انا قريته ده. بس لو شخص بيحب الكاتب وقرا له كتير اعتقد ممكن يستمتع بيها لحد ما. قريت كتاب اسمه لوس هي يعني اللي كاتبه هو يوتيوبر مشهور قوي، ممكن تكونوا عارفينه، انا بحبه قوي. هو بيعمل كتب عن الفلسفه، اسمه الماني كده، مش عارفه اينسلجانج حاجه غريبه كده، طبعا انا بقرا المنطقه غلط، هي دايما بجد اينسلجانج، هي معناها بالالماني لونر او شخص بيحب يبقى لوحده. استنى، اينسلجانج. انا اسفه قوي لاي حد بيتكلم الماني. المهم هو كاتب كذا كتاب، انا قريت واحد اسمه لوس ده بيتكلم عن التعلق، يعني ازاي ان احنا نبطل نتعلق. فهو مقسم الكتاب لحاجات كتير، التعلق من الاشياء، ان انت ازاي ما تبقاش متعلق بالحاجات اللي عندك، التعلق في العلاقات، في الحاجات الاجتماعيه، في صورتك الاجتماعيه قدام الناس، التعلق في حاجات كتير قوي. انا مبقتش عارفه اتكلم، بيقعد يتكلم عن ازاي يعني نتعافى من التعلق من كذا حاجه، او يعني بكذا طريقه في حياتنا. الفكره ان انا قريت الكتاب وانا خدت بالي بعد كده ان هو تقريبا اغلبه هو فيديوهات اوريدي عملها، يعني هو الفيديوهات اللي عاملها ناقلها كانها مقالات. الموضوع ما ضايقنيش لان انا بحبه، فما عنديش مشكله ان انا اسمع الحاجه مرتين، يعني مفيش مشكله، ومناسب اي لو حد مثلا يحب يقرا حاجه كده خفيفه سريعه فلسفيه الصبح مثلا، هو بيفطر هو بيشرب قهوه، اللي هو يعني ممكن تقروا فصل كده كل يوم، فكان لذيذ بصراحه. او ممكن تتفرجوا على فيديوهات، وهي الفيديوهات تقريبا نفس المقالات يعني. قريت The Importance of Being Earnest بتاع اوسكار وايلد، دي يعني اسمها ايه، مسرحيه صغيره يعني، ودي تقريبا اشهر عمل ليه، مش اشهر عمل يعني، دوريان جراي اشهر طبعا. انا اصلا بحب اوسكار وايلد عامه، يعني انا قريت له تقريبا قصص قصيره زمان، وقريت له دوريان جراي، والاثنين بحبهم. وانا بشوف ان هو شخص ذكي جدا وعنده حس فكاهه كده بيعجبني، ومبتكر يعني، بحسه كرييتيف في طريقته. هي مسرحيه قصيره ساخره كده شويه، بتتكلم عن راجلين كل واحد لسبب ما هيبقى بيقول ان هو اسمه ارنست، عشان كل واحد فيهم معجب ببنت، فهو لسبب ما لازم يبقى اسمه ارنست عشان يعجبها. انا لاحظت ان في ناس بتقعد تقارنها بدورين جراي، فعشان كده مش بتعجبهم، هي مالهاش علاقه بيها خالص، يعني دورين جراي تعتبر فلسفيه واعمق منها بكتير. دي يعني هي مسرحيه سريعه وهي مضحكه اصلا، ويعني شويه بيقعد يعلق على المجتمع في النص كده، لكن هي مش مقصود بيها انها تبقى حاجه عميقه قوي يعني، عميقه مش مقصود بيها تبقى حاجه عميقه يعني. انا شخصيا استمتعت بيها. سمعت اللي هو الكتاب بتاع الحرب العالميه الاولى في History in an Hour، دي اللي هو السلسله اللي بتبقى على ستوري تيل. انا السلسله دي بقعد اسمع منها كتير، وحرفيا اول ما بسمع بنسى، انا مش عارفه ايه مشكلتي معاها. والفكره ان انا بسمع ببقى مركزه جدا، اللي هو واقعد بقى اللي هو اقرر انا خدت بالي في الكتاب التاني كان في حد بيتكلم في الموضوع ده، فعلا ده مش عارفه ايه، وبقى منفعله جدا مع الشخص وهو بيتكلم. اول ما الكتاب يخلص انا حرفيا نسيت انا قريت ايه. بس هو يعني لذيذ لو حد عنده ذاكره يعني كويسه او بيركز غيري، عشان هو واضح ان انا عندي مشكله في التركيز. السلسله كلها لذيذه، لو حد عايز يتعلم عن التاريخ بسرعه ممكن تقروها، يعني ممكن تلاقوها كتب يعني اسمها ايه، بتتوزع ككتب او منشوره ككتب او منشوره ككتب صوتيه، اللي يريحكم. طبعا الترتيب ده كله اصلا عشوائي، في حاجات قريتها قبل حاجات، بس انا عشان ما كنتش بحط كتب على جود ريدز، فانا مش عارفه ترتيب الكتب، ايه قريته الاول وايه قريته بعد كده. كل اللي عارفاه ان انا قريت بين القصرين اول حاجه. جيت بقى قلت اقرا كتاب عبيط شويه، يمكن يعني يبقى خفيف كده ويفتح نفسي على القرايه. قريت كتاب اسمه روايه يعني اسمها بروم تشانتد لمورجان ماتسون. مورجان ماسون دي كاتبه امريكيه، انا كنت بحب كتبها قوي وانا مراهقه. الروايه بتحكي عن بنت هتروح مع صحابها ديزني لاند، وهي ولد هيدخلوا قصر الاميره النائمه، هيدوسوا على حاجه او يمسكوا كتاب حاجه كده هيحولهم لقصه سليبنج بيوتي.
وهم في حياه الاميره النائمه دي هيبقوا في احداث ابتدت تتغير بسببهم، فهم هيبقوا لازم يحاولوا يعني يصلحوا الموقف ويخلوا احداث الفيلم تمشي زي ما هم عارفينها عشان يعرفوا يرجعوا للعالم بتاعنا. يعني الروايه لو انا كنت قريتها وانا مثلا 12 13 سنه وهو ده السن اللي اصلا مكتوبه له كانت هتعجبني جدا. بس انا يعني حاليا الوضع صعب قوي يعني، لا طبعا كانت يعني ممله الى حد ما. كنت حاسه الاحداث اللي هو يعني خلصوني، كنت اللي هو في نص كده ببقى عايزه سكيب، عايزه افوت، مفيش احداث ممتعه قوي، حاسه اليوم عمال يتعاد. هتبقى ألذذ كمان لو الكاتبه كتبت القصه من وجهات نظر مختلفه، سمعنا مثلا وجهات نظر شخصيات ديزني، وجهه نظر الولد اللي معاها، يعني متبقاش البنت بس. بصفه عامه الروايه مش محتاجه اصلا اتكلم عنها قوي، هي روايه حرفيا معموله للصغيرين يعني، مع ان هي على فكره المفروض معموله لليانج ادولتس اللي هم مثلا 17 18 الحاجات دي، بس هي طريقه كتابها ادتني احساس شويه للاطفال اللي هو يعني 11 12 سنه يعني. زي ما قلت هي لو كنت قريتها وانا صغيره كانت هتعجبني، دلوقتي يعني الهبل ده. قريت برضو ارنست دايري ده. لو حد شاف مسلسل دايري جيرلز، هم مسلسلاتي المفضله، انا بتفرج عليه على طول يعني، المسلسلات اللي بقعد اتفرج عليها كتير. الكتاب ده معمول عن البنت اللي في المسلسل يعني، كانها الدايري بتاعتها، هو المسلسل كأن البنت بتحكي اصلا في الدايري بتاعتها وفي مذكراتها، فهو الكتاب معمول كأنه بقى الدايري دي احنا بنقراها. انا كنت محوشاها بصراحه لحد ما احس ان انا خلاص لا هموت وعايزه حاجه زياده اكتر من المسلسل، بس يعني اكيد ما رشحهاش غير لو حد بيحب المسلسل قوي 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 وعايز حاجه زياده يعني. بالمناسبه اللي ما شافش المسلسل لازم يشوفه، هو بيتكلم عن 4 بنات في ايرلندا ساعه الحرب وحياتهم بقى اليوميه يعني، حياه المراهقين، فبيبقى دمه خفيف ولذيذ في نفس الوقت، شويه بيبقى فيه حاجات عن التاريخ والسياسه اللي كانت بتحصل ساعتها، فهو من مسلسلاتي المفضله، انا بحبه قوي. برضه روايه كنت متحمسه لها قوي اللي هي تريس اوف ذا ايميرالد سي بتاعت براندون ساندرسون، هو كاتب امريكي مشهور قوي لو حد بيقرا فانتازيا. الروايه دي انا كنت متحمسه لها قوي لسببين. اول حاجه انا نفسي اقرا قوي لبراندون ساندرسون بقالي سنين، بس هو كتبه تقيله وكبيره، وانا بقى عندي عقده بصراحه من كميه الكتب اللي مش بتعجبني، بقيت داخله ابتدي حاجات كبيره او يعني حاجات ليها اجزاء، فهي الروايه دي يعني ستاند الون ملهاش سلسله يعني، فدي كانت حاجه عجباني. والحاجه التانية ان هو كتابها متاثر بذا برنسس برايد، وانا بحب الكتاب وبحب الفيلم، بالذات الكتاب انا بحبه قوي. مبدئيا الروايه بتحكي عن بنت اسمها تاس، لا اسمها تاس، انا بفتي صح، اسمها تراس. هي عايشه في جزيره صغيره، وهي المفروض تعمل العالم كله جزر، وما بينهم بقى بحور خطيره قوي، كل بحر مشكوك بحاجه، وكل بحر مرعب، وكل بحر فيه وحش مختلف، حاجات كده يعني. فهي المفروض ان هي بتحب ابن الملك او ابن الحاكم بتاع الجزيره، والولد ده هيبقى مسافر بالمركب، وفي واحده اسمها زي ساحره يعني، دي اللي هو اخطر حد في العالم، هتخطفه. فتراس هتقرر ان هي عايزه تنقذه، فهتقعد بقى تعمل حيل وتتنكر وحاجات لحد ما تنط على مركب عشان تشوف بقى طريقه لغايه ما توصل له وتنقذه. مبدئيا الروايه اولها كان عاجبني جدا يعني، اول 50 60 صفحه كانوا تحفه بالنسبه لي، بس بعد كده الروايه بتبتدي تبقى ممله. اول ما البنت بتنط في المركب، احنا دلوقتي خلاص محبوسين في المركب يعني، حرفيا اغلب الروايه 90% من الروايه احنا على المركب، فهو الموضوع كان ممل جدا بالنسبه لي يعني، حاسه ان اليوم عمال يتعاد، انا مش حاسه ان في حاجه يعني مميزه بتحصل، مفيش مغامرات زي ما انا كنت متخيله. الكتابه في الاول كانت اوكي عجباني، هو يعني هو الكاتب كاتبها بطريقه اللي هو يعني زي كويركي كده، اللي هو مثلا كاتب مش عارفه اشرحها ازاي، اللي هو يعني تبقى غريبه، وكاتبها المفروض ان اسلوب الكتابه اصلا يبقى غريب ويبقى ملتوي كده شويه، في نفس الوقت يبقى مثلا بيقعد يلعب بالكلام بس بطريقه لذيذه يعني، فهو كان اول 50 صفحه كنت اوكي. بعد كده ابتديت بقى اتخانق بصراحه يعني، كان الموضوع ابتدى يعني يخرج عن الحد، ابتدى بقى يكتب جمل انا اللي هو مش مصدقه ان انا بقرا يعني عامه الروايه كعالم هي بجد كان فيها حاجات كتير قوي مميزه، وكان يعني انا اعتقد كان عنده فرص كتير قوي ان هو يعمل بجد قصه حلوه، ودي حاجه غريبه لان هو المفروض اصلا هو زي ما قلت هو تقريبا اشهر كاتب فانتازيا حاليا، الناس كلها بتعشقه، وانا متاكده ان كتبه حلوه، انا متاكده لان هو بيبان من حاجات معينه، الافكار اللي بتبقى عنده اصلا بتبقى لذيذه، فانا كنت حاسه ان في حاجات كتير قوي في الروايه كانت ممكن تخليها روايه ممتعه اكتر من كده. انا بالنسبه لي بصراحه كانت ممله، انا كنت حاسه ان انا محبوسه في مركب، خلاص زهقانه يعني، اللي هو لا يعني فين بقى الاحداث اللي انا عايزه اي حاجه تحصل، فكانت بالنسبه لي مش الطف حاجه. من الروايات اللي عجبتني قوي بقى كانت روايه اسمها My Year of Rest and Relaxation اللي كاتبها اسمها اوتاسا موشفيك، معرفش هو اسم تحسه ايراني كده. بتحكي عن بنت مامتها وباباها ماتوا وهي صغيره، وهي البنت يعني مضطربه شويه، هي البنت من كتر ما هي مضطربه تقريبا هي خلاص ما بقاش في حياتها غير 2، واحده صاحبتها وعلاقتها بصاحبتها غريبه قوي، وولد هي بتحبه وعلاقتها بيه غريبه جدا، هو بيعملها بطريقه سيئه وهي عادي متقبله الموضوع. المهم هي روايه بتتكلم عن البنت من كتر ما هي خلاص مخنوقه وهي حاسه بفراغ رهيب مش عارفه تملاه بايه، هي دايما حاسه بفراغ وان هي يعني مش فارق معاها اي حاجه، ومش مش عارفه تتعاطف مع الناس، مش عارفه تكونكت مع حد،
هتقرر ان هي هتعمل سنه كامله للراحه عشان تفصل. هي هتروح لدكاتره نفسيين، تبتدي تالف قصص وتالف اعراض عشان يرضوا يدوها روشته يعني، عشان تعرف تجيب مسكنات ومهدئات ومنومات، عشان هي قررت ان هي تنام السنه كلها. هتنام حرفيا يعني، هتفضل نايمه طول اليوم، تصحى تاخد مسكنات ومنومات، تنام تاني كده لمده سنه. احنا بقى مع مدار السنه دي بتحكي لنا ايه اللي حصل، وفي النص بقى لو مثلا صاحبتها لما تيجي تزورها بتحكي لنا ايه اللي حصل ما بينهم، لما الولد ده كلمها ايه اللي حصل ما بينهم، لما راحت مش عارفه عزا مين اتصرفت ازاي. الكاتبه بجد عامله شخصيه بطريقه حلوه قوي يعني، هي كاتباها شخصيه حقيقيه قوي، مش شخص تحبه من الاخر يعني. هي شخصيه بتبين في الروايه انها انانيه، ان هي مش بتعامل صاحبتها باحسن طريقه، ان هي يعني مش بيفرق لها قوي مشاعر الغير يعني. حاجات كتير قوي كنت حاسه ان هي يعني اعترافات يعني عفويه، مش اعترافات اللي هو مزينه. هي البنت حتى مش فارق لها انها تبرر طريقه تصرفاتها او مشاعرها ناحيه الناس، مش فارق لها تبرر، ودي كانت حاجه عجباني قوي يعني. انا شخصيا الروايه عجبتني قوي، كنت مستمتعه وانا بقراها، كنت بجد لا مركزه الحمد لله بمعجزه ما، كنت مركزه في كل حاجه بقراها. فهي بالنسبه لي كانت الروايه لذيذه جدا. انا مش عارفه ايه كلمه لذيذه اللي انا طالعه فيها يعني، في العادي ما بقولهاش، كل حاجه عندي دلوقتي لذيذه جدا، لذيذه قوي. اخر روايه خلصتها كانت يعني روايه رعب للمراهقين اسمها You're not supposed to die tonight، او يعني ليس من المفترض ان تموت اليوم. الروايه بتحكي عن بنت، هي المفروض ان البنت دي بتشتغل في كامب. الكامب ده اتشهر قوي عشان هما صوروا فيه فيلم رعب من كذا سنه، فبقى يعني كامب مشهور قوي، صوروا فيه فيلم رعب عن واحد بيقتل الناس. فصاحب الكامب قرر يعمل مشروع ان هو هيعمل كأن الناس بتعيش الفيلم. فهو مبدئيا في مسلسلات الرعب الامريكي لو حد بيتفرج عليها كتير، هو في مصطلح مشهور قوي اسمه ذا فاينل جيرل، اللي هو يعني البنت الاخيره. ان دايما في افلام الرعب بتبقى دايما في بنت هي اللي عاشت في الاخر يعني، فهي البنت دي البطله، هي المفروض ان هي بتلعب الدور ده من المسرحيه يعني، جزء من المسرحيه. المهم يعني هو ده اللي هم بيعملوه على طول في السيزون بتاع الخريف والرعب والحاجات دي، لحد ما الناس اللي بيشتغلوا معاها يبتدوا فعلا يختفوا، يبتدي يحصل حاجات غريبه فعلا في الكامب بعيدا بقى عن المسرحيه، حاجات حقيقيه، هيضطروا يعيشوا فيلم رعب حقيقي مش تمثيليه. من الاخر كده اللي عجبني في الروايه الفكره. انا بحب الافلام اللي هي سلاشر، اللي هو حد بيجي يقعد يقتل الناس، اللي هو قاتل بيبقى معاه حاجه ويقعد تش 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 تش. انا بحب الافلام الرعب دي، او يعني افلام الرعب الثمانينات عامه انا بحبها، الستايل ده بحبه. فهو الكتاب متاثر قوي بالحاجات دي، وهو ده الفايب بتاعه، فدي كانت حاجه عجباني. والكاتبه مصوره الكامب والجو العام بطريقه فعلا حلوه، كنت حاسه ان انا في الكامب، فدي برده كانت حاجه حلوه. برده من الحاجات اللي عجبتني ان الكاتبه دخلت في الاكشن على طول يعني، على طول ابتدى يحصل حاجات، ما عندناش بقى كتير نشوف بقى نتعرف على ده ونشوف دي بتحب تاكل ايه والحاجات دي، لا دخلنا في الموضوع على طول يعني، ابتدى يحصل احداث على طول. اللي ما عجبنيش شويه ان الروايه شويه خدت يعني طريق بارانورمال كده، اللي هو ما وراء الطبيعه. انا كنت عايزه اقاتل بجد في حاجه ويقتل الناس يعني ده موجود برضه، بس كنت حاساها هي ابتدت شويه يعني ما بين ان هي حاجه اللي هو العلم ما وراء الطبيعه ده، مش عارفه ده مصطلح ولا انا بفتي يعني، واخده من احمد خالد توفيق، والواقع بتاعنا. فدي كنت حاسه الروايه مش عارفه هي هنا ولا هنا، فدي كانت حاجه مش عجباني قوي، وان هي ما عجبتنيش خالص. بس عامه هي روايه قصيره قوي، هي مثلا 200 صفحه او يعني 240 صفحه، حاجه صغيره. ودي برضو على فكره خلت ان الشخصيات مش متركز عليها قوي يعني، متحسوش ان انتوا عارفين الشخصيات قوي يعني. بس دي حاجه بصراحه ما كنتش فارقالي، لان انا ما كنتش مهتمه اتعرف بالشخصيات، انا عايزه احداث زي بقى الناس تتقتل وحد يجري والحاجات دي، ما اعرفش مش عارفه كمالي بجد بس هي عامه الروايه والله مش وحشه، هي لذيذه يعني، اللي هو كانكم بتتفرجوا على فيلم رعب من الثمانينات. حاليا انا بقرا 3 حاجات. بقرا كتاب انا بقالي كذا شهر بادئاه يعني، هو المفروض ان انا بقراه بس انا اكشلي بقالي كذا شهر سايباه ما بقراهوش، ما اعرفش ليه، من هو عجبني قوي قوي قوي، اللي هو موجز، اسمه ايه، موجز تاريخ كل شيء تقريبا. بس انا عشان عندي الكتاب الكبير اللي هو الالستريتد اللي فيه صور فيبقى تقيل قوي، فبكسل اخده معايا اي حته حتى. فواضح ان انا محتاجه اجيب الكتاب على كندل برضو عشان انجز، بس نفس الوقت حاسه ان ايه التفاهه دي اللي هي على كندل هو عندي، وعندي الستريتد اما انا جايباها بصور ليه يعني، بشبط وخلاص يعني، مخي بيقعد يدخل فيه سيناريوهات كده. بس هو الكتاب بجد عجبني قوي، متحمسه اكمله. بقرا روايه اسمها Only Love Can Hurt Like This لبيج تون. بيج تون دي كانت من كتابي المفضلين وانا مراهقه، هي بتكتب حاجات دراما رومانسيه. مؤخرا لما كبرت يعني رواياتها بتعجبني بس مش قوي زي زمان، فانا مش عارفه هل انا كبرت وما بقتش بتعجبني الحاجات زي زمان، ولا هو فعلا في حاجه في كتبها اتغيرت. فانا يعني بقرا ده حاليا ونشوف بقى هيبقى رايي ايه. واخر حاجه وعيد بيرسي جاكسون بس ككتب مصوره، انا في الكتاب الثالث تقريبا دلوقتي، والكتب المصوره مش عجباني خالص يا جماعه بجد، مع ان المفروض ان الكتب المصوره يعني عشان صغيره هتبقى بتاخد الاحداث المهمه فتحسوا ان انتوا دخلتوا في القصه على طول، بس ما اعرفش، واضح ان انا كان عاجبني التفاصيل اكتر يعني. بس لحد دلوقتي مش مستمتعه قوي بالسلسله المصوره دي بصراحه، بس يعني هخلصها برضه. انا عامه قريت كتب اطفال كتير في النص، قريت مثلا
ده كانت هواية بتاعة دايري ويمبي كيد. انا بحب ويمبي كيد جدا، انا بحبه بجد، بحب الافلام وبحب الكتب، بحبها جدا. فقريت كتاب في النص كده عشان يعني كان يدخلني في مود حلو، كان لذيذ. وانا صغيره كنت بعشق كتب صرخة الرعب، فقلت بالمره اقرا كتاب ليهم، وكنت في مود قوي حاجات القروش والحاجات بتاعة البحر دي، فلقيت دي. وهي ما لقيتهاش بالعربي، لان كنت عايزاها تبقى مترجمه بالعربي عشان تفكرني كده بالطفوله، بس ما لقيتهاش غير بالانجلش. قريتها وكانت يعني صرخة الرعب يعني. هي عامه كنت فاكراها عن القروش، يعني حتى الكفر بيدي ايحاء عن القروش، بس هي في الاخر دخلت في حته مرميد وناس عايزه تسرق المرميد وحاجات كده يعني. قريت كتاب اطفال بجد عجبني قوي، لقيته عند واحده قريبتي، اسمه اسمه ايه، الغراب اسمه ايه الكائن ده، الطاووس، الغراب والطاووس. بجد القصه عجبتني قوي عشان هي بتتكلم عن غراب. لا يا جماعه بجد قصه حلوه، لو حد عنده اطفال هاتوها. بتتكلم عن غراب هيقرر ان هو يعني زعلان ان هو الناس بتقول عليه وحش، او ان هو اوحش طائر. فيبتدي مثلا يعدي على طيور كتير، لو مثلا يروح عند الحمامه واللي هو طب انا سمعت ان انت احلى طائر في الحمام، يقول له لا ده في مش عارفه مين احلى مني، لغايه ما يوصل للطاووس. هيوصل للطاووس، هيلاقي الطاووس محبوس في قفص والناس قاعده بتتفرج عليه، وان يعني في الاخر ضريبه الجمال ان مفيش حريه. ودي فكرتني قوي بمقوله كنت بحبها لسارتر، ان هو اللي هو قال حاجه بما معناه ان هو يعني اعلى درجات الحريه انك تكون مش ملفت للنظر. فانا الكتاب عجبني قوي، كنت متاثره بيه جدا. برضو وانا بنام قعدت اسمع ويني ذا بو كده، انا عمري ما قريته الكتاب، بس كنت بتفرج على الكرتون على طول وانا صغيره، فكان لذيذ برضو يعني. كنت كل يوم بقى وانا بنام بقعد اسمع فصل كده قبل ما انام، يعني عادي ويني ذا بو يعني اللي هو متخلف بس كيوت. برضو سمعت تشارلز ويب، انا عمري ما قريت الكتاب وعمري ما شفت الفيلم، فانا كنت يعني قررت ان انا اسمع الكتاب وانا بنام بعد ما خلصت ويني ذا بو. هي روايه لذيذه عامه، بس هي غير ما كنت متخيلها خالص. كنت متخيله القصه هتبقى مختلفه تماما. هي روايه بتحكي عن بنت هتبقى متعلقه قوي بخنزير عندهم في الحظيره، والخنزير ده المفروض ان هو بيتخنوه عشان يكبر عشان يذبحوه عشان ياكلوه. بس هما في نفس الوقت في الحظيره دي البنت والخنزير هيكتشفوا ان في عنكبوت معاهم في الحظيره، او يعني في البيت الخنزير قاعد فيه، مش فاكره اسمه ايه. العنكبوته دي هتبقى يعني هي اللي بتنقذ الخنزير بعد كده، بانها بتقعد تكتب على اسمه ايه بتاع العنكبوت الابيض ده. هتقعد تكتب حاجات عن الخنزير عشان تدي ناس ايحاء ان هو معجزه، وان ايد الخنزير بيتكتب عنه حاجات في الحيطه ده معجزه، فمش هيذبحوه. حاجه عبيطه كده بس مؤثره شويه. دي كانت فتره الاسبوع بتاع كتب الاطفال علشان افصل. معرفش بفصل من ايه، حرفيا انا فاصله طول السنه يعني. تقريبا هي دي الكتب اللي قريتها السنه دي يعني. لو افتكرت اي كتب تانية هبقى اقول لكم. وبس، باي. القهوه بقت تلج.